فأجمل منك صلى الله عليه وسلم لم تر قط عين، وأكمل منك لم تلد النساء. حسان أصبح يحدث عن رسول الله حتى طيب قلوب المسلمين إلى الإيمان، وأصبح كعبا. وكل من صحابة رسول الله يخبر عن عطايا الله في رسوله حتى تستقر مواطن الإيمان في عقول الأمة، وتسترشد من فضل الله الذي منه على النبي الأكرم، حتى تحيا القلوب بذكر الله وتكون أهلا لأن تكون بيتا لله سبحانه وتعالى، الذي قال فيه: لا تسعني سمائي ولا أرضي ولكن يسعني قلب عبدي المؤمن. فالإيمان لا يأتي إلى قلب لم يعرف محبة رسول الله. والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهلي ومالي ونفسه التي بين جنبيه. فلو ما كانش الحب موتد في القلوب لن يصل الإيمان إليها حتى يجلوها وينظفها ويطهرها من كل ران فيجعلها بيتا للرحمن. فالمادح الذي جعل الله له هبة، أصل فيه منشد ممكن يتكلم زي ما يتكلم، لكن فيه عاشق لرسول الله وهبه الله منحة محبته، فما ارتسم في الدنيا وهو يتحدث إلا رسول الله وأهل البيت أمامه يخاطبهم. هو ذا المادح، هو المستدرك اللي يوصل لقلبك، ملوش دعوة بعقلك، ما تفكرش، تلقى قلبك مساق للحب، وتلقى القلب كده طيبه الله إلى مواطن المحبة. فدي القضية مش كلام، القضية تطيب قلوب، القضية أن تجعل الموصل يتصل. ما هيكونش الموصل متصل إلا إن كان من القلب يصل للقلب، واللي جاي من العقل يوصل للعقل، واللي جاي للسان يوصل لودانك وودانك. فلو ما تراكبتش فيها من جوا خطاب لحضرة رسول الله، خطاب لسيدنا الإمام الحسين، فحاشا أن يخاطبهم ويتركونا وهم الذين علمونا: إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ما يسيبوش المحيي لهم، لابد أن يحييه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما مدحوا حسان ولما مدحوا كعب أعطى بردة لحسان كانت له كفالة وشفاعة يوم القيامة. عند وفاته ما استقى من الدنيا وما طلب من الدنيا غير ما كفله به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللي عايز يطيب قلبه يستدرك ممن يطيبه، واللي عايز يسمع عنده مكان السمع كثير. فاحنا عايزين الحب، وما عندناش حاجة في الدنيا والله، احنا فقراء إلى الله ورسوله وأهل البيت بمحبتهم، ما عندناش غير الحب، ولا عندنا غير باب واحد أن ندخل عليهم من باب التذلل والضعف، حتى يعني هم من اللي يجبرونا ويعدلونا ويقوموا قلوبنا، وكثرة أنوارهم كثرة
كثرة العرض عليهم هي باب النجاة، لأن كل ما يبصوا لك تقع أعينهم فتكون منطقة نورانية فين؟ في وجهك محط أنظارهم. فإذا ما خرجت على الناس خرجت عليهم بمشارق أنوارهم، ما خرجت بوجهك أنت. فيستدركك من جعل الله في أبصارهم محط مودة لله ورسوله، فيستدرك هذه الأنوار أنها هذه أنوار محبة، وهذه أنوار وإشراقات اتصال بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، واتصال بأهل بيته، واتصال بالصالحين. فتكن هذه الكفالة لك في هذه الدنيا، وتكن كفالته يوم لقاء الله سبحانه وتعالى شاهد عليك انك انت ليس لك في الدنيا غاية ولا مقصد الا وجهات تسقط فيها رحمات الله وتتجلى فيها بركة الله، وانت حياتك كلها انك انت من رحاب الى رحاب تتنقل، ليس لك غاية في كل رحاب إلا رضا الله وارتضاء رسوله وارتضاء أهل البيت عليه، ليكونوا شهداء يوم القيامة. بإيه؟ بأن إحنا من أهل محبتهم، وإحنا من أهل خدمتهم، وإحنا واقفين على أعتابهم في كل وقت وحين نقول لهم والله ما أتينا إلا محبة في جدكم الحبيب المصطفى، والله ما جئنا إلا متصلين آية في كتاب الله فرضها الله علينا وهي مودتكم، والله ما جئنا إلا لنلتقي فيكم أنوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشرق علينا فتجلو رام القلوب وتجعل زيف الباطل الذي يأتي للكذب بسمعك وبصرك محجوبا عنك، فتكون عبد لله ما شافش قدامك غير ربنا ومش مستدرك في الدنيا غير فضل ربنا. فربنا يبارك لنا في الشيخ امين ويرفع به ويطيب به قلوب بالموده ويجعل لنا خير الجزاء. الله يبارك لك، الله يجعل لك البركه فيك وفي اولادك وفي اهلك وفي معيتك، ويجعلك موصول بالموده الى يوم القيامه، ويجعلك في واحبابك ومن حولك وكل من عرف طريق الله ووجهه محبه رسول الله بمواصل ما عندك.